بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله إخوتي أخواتي في الله. اليوم سألنا شخص كان راح عند الراقي وبحث على أعشاب، يعني الآثار خاصة بآثار السحر قبل أو بعد العلاج. احنا نصحناه لوجه الله، وجاء تعبان هذا الشخص جاء تعبان جدا. قالنا أنه الراقي هذا شربوا الماء يعني أكثر من الحاجة. قال لك شربني قريب 3 رواتل أو 3 ريتلات تاع ماء. شوف، أنا حبيت ننصح. احنا عندنا في الجسد تاعنا ثلث للماء، ثلث للهواء، وثلث للأكل. إلى هذه 3/4 كامل نعمروها بالماء، بين بالإنسان راح تحكموا التخمة ولدا يخرج مني فم من وذنو الماء، ماشي غير من فمه. لذلك يا إخوتي في الله، إذا كان مشكل في الجسم تاع الإنسان، كاين يعني عشبة تكلم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها حديث على الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعود الهندي فإن فيه 7 أشفية، وتعالج أمراض عدة ذكرت يعني في يعني الكتب القديمة والكتب العصرية إلى غير ذلك. قلنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال عليكم بالعود الهندي فإن فيه 7 أشفية، فصل في العلماء يعالج أكثر من 140 علة. لذلك هو عبارة عن صيدلية كاملة. حتى من ناحية يعني العلاج تاعو في الاستخدام، أصحاب المس أو السحر، يعني فيه تأثير كبير جدا، تأثير عظيم جدا. كان لا مسك أسود ولا مسك أخضر ولا مسك أبيض، يعني فيه تأثير، وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني وجب على الرقاة عدم يعني إعطاء الماء بكثرة. يعني الإنسان إذا كان طيت له يعني كأس فقط، ودرت له نصف ملعقة صغيرة من القسط الهندي في كوب ماء ساخن، يترك حتى يبرد، ويشرب المريض أو المصاب ذلك الكأس فقط. يعني إذا كان كاين مشكل أو حب يرجع، يعاونوا الكاس على القسط الهندي، يعني بدون أن نشربوا أنا 3 يعني رواتل ولا 5 رواتل، ولا نضروا ونكلف المعدة أو فم المعدة، ولا إن صح التعبير الصمام تاع المعدة أو الكلابي تاع المعدة، نكلفوا عمل موش حابه ولا عمل لا يطيقه. لهنا وش يسرع؟ كثرة القيء هذا قدر يضر المعدة أو يضر الصمام تاع المعدة، يولي مشكل واحد آخر. تولي عند الإنسان هذا يولي عنده بروبلام واحد آخر، مشكل مع الوقت يكتسب المشكل تاع يعني ضعف غشاء المعدة الخارجي وضعف صمام المعدة. لذلك إخوتي في الله، القسط الهندي يكفي، كأس قسط هندي يكفي، يعاون وينظف المعدة. وفيه حديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني فيه شاهد وفيه دليل وآمن. بعض الناس يا أخي يقبض يدير صباعه في فمه أكرمكم الله، ويبدأ يخرج، وهذا يخرج الاسطومة تاعو كل يخرجها، حاجة باينة. لو كنت تشربوا 3/4 تاع الماء سي نورمال يخرج من وذنه من نيفه ومن فمه. لذلك نسأل الله عز وجل أن يهدينا، ونقول لخوتنا الرقاة بحثوا ونظموا شوية روحتكم. انت راقي عندك خبرة في الرقية، ما تروحش لبعض الأمور كما بعض الناس راهم يجونا يقول لك الراقي قال لي دير كذا ودار كذا، ولا في الحجامة الراقي قال لي دير من ودير من. تعرف النهاية العصبية انت قاعد تقول دير من. كاين نقاط يعني موضعية يتأثر فيها المريض نديروا فيها. من غير النقاط الموضعية ما تبقاش تقول للناس ولا للمرضى قولوا يدلك من بجهل. انت تتحمل مسؤولية تاع النقاط اللي راك تدير، اللي راه يدير فيهم يعني المعالج للمريض هذا. غدوة يدلوا في نقاط ولا هذا المعالج يكون ناقص خبرة، غدوة تتحمل انت المسؤولية تاع المريض هذا. ما تحملهاش تقول تلصقها في المعالج. لذلك نقول لك اخدم خدمتك المختصرة في الرقية فقط. إذا راك دارس في الأعشاب وفي الحجامة هضرة واحدة أخرى. إذا ماكش داير دراسة في التخصصات هذو، لا أجبد اقعد يعني في العمل تاعك هكذا باش ما تضرش الناس. وبهذا يعني تأمن جانب الله عز وجل، يعني تولي تخدم بدون علم، وتأمن يعني جانب يعني المريض أيضا. وبهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.